ثروتها أكتر من 25 مليون دولار، عندها طيارة خاصة وعربيات فخمة، ده غير العقارات والأصول الثابتة في كل دول العالم وصناديق المجوهرات اللي بالشيء الفلاني. مصدر الثروة غريب جدا. كملوا الفيديو لآخر ونقول لكم المطربة المشهورة أحلام جابت الفلوس دي كلها منين. موقع سليبرتي نتورث المتخصص في رصد ثروات المشاهير قدر ثروة أحلام بحوالي 25 مليون دولار، وجنبهم كده شوية فكة، يعني بالمصري كده رقم ضخم جدا. خليني بس أقولك إن قبل ما دماغك تروح لبعيد إن ثروة المطربة أحلام مش كلها فلوس، لا دي واضح إن الفنانة دي شاطرة شوية أو شويتين، وده علشان هي عملت حاجة زي اللي بيعملوها رجال الأعمال، يعني قسمت ثروتها لعقارات وأصول ثابتة واسطول عربيات فخمة، ده طبعا غير صناديق المجوهرات اللي ملهاش عدد، وبينها مجوهرات اتعملت مخصوص باسم المطربة أحلام. تخيل، تعرف تعد؟ أعد معايا. يعني أحلام عندها مثلا طيارة خاصة للمشاوير المهمة، ونص أسهم شركة طيران خاصة، 20 عربية منهم واحدة بورش وواحدة رولز رويس ومرسيدس بنز، ده طبعا المعلن منها، لكن أكيد في أنواع عربيات تانية بتاعت المشاوير الخفيفة. خليني أقولك إن سعر العربية الواحدة من اللي قلت أسمائهم دول على الأقل حوالي نص أو مليون ونص دولار. أحلام دايما بتظهر بإطلالات مميزة بتعكس حجم ثروتها وثرائها، ولبسها كله من عند أشهر بيوت الأزياء في العالم، معظمه بتبقى قطع مخصصة فقط للملكة، مشهورة دايما بمجوهراتها وحجمها المبهر والمبالغ فيه أحيانا. لكن يا ترى إيه مصدر ثروة أحلام؟ السبب غريب جدا، هو الحرص أو مسك الإيد أو عدم الصرف تماما. هفهمكم بالتفصيل. في لقاء سابق كشفت الفنانة أحلام عن سر ثروتها، واعتبرت إن جوزها هو السبب في ثرائها ده، لأن هو اللي خطط ليها وفكر لها إزاي تستثمر فلوسها وتكبر حسابها في البنوك. قالت: أول ما اتجوزنا أنا مبارك قال لي عندك إيه وبتملكي إيه؟ قلت له فلوس في البنك ومجوهرات ب10 مليون والصحة والعافية. وقتها قال لي تقدري تسافري على الطيران الاقتصادي؟ قلت له مستحيل. قال لي تقدري ما تروحيش باريس ولندن كل سنه وتعملي شوبينج؟ قلت له لا مستحيل، ليه بتسالني كده؟ قال لي عشان لو استمرتي كده معتمده على الفلوس والمجوهرات هتخلص ومش هتقدري تسافري زي ما بتحبي ولا تشتري اللي نفسك فيه، وهيكون مصيرك زي ناس مستوره لكن مش غنيه قوي. مش بس كده، أحلام اعتبرت إن نصيحة جوزها ليها غيرت من خطتها المالية وكبرت ثروتها، وده لما قالت: عشت 5 سنين ممنوع أسافر، ممنوع أطلع، ممنوع أشتري اللي نفسي فيه، كنت بتحايل عليه نسافر ولو أسبوع لندن لأن زهقت وكان بيرفض، لدرجة إنه كسر حوالي 14 كريدت كارد وقطعهم بالمقص. ودي كانت خطة مبارك في تكبير ثروتي. بدأنا في ال5 سنين دول لأن نشتري عقارات واستثمارات في كل الدول، عربية وأجنبية، حتى في أمريكا نفسها، وأسهم في شركات ناجحة كتيرة في قطر والإمارات وغيرهم من الدول. ومن وقتها ثروة المطربة الشهيدة أحلام بقت بتكبر بشكل ضخم جدا علشان توصل للرقم اللي قلتلكم عليه في أول الفيديو. السؤال بقى، هل تقدروا تحرموا نفسكم من الحاجات اللي بتحبوها لمدة 5 سنين علشان تحققوا أي حاجة بتحلموا بيها؟ شاركوني برأيكم في التعليقات.